بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الأزواج في الخلق. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، مع أن مفهوم الأزواج يراد به عادة الذكر والأنثى، إلا أن عبارة ومما لا يعلمون لها دلالات أوسع من ذلك، وقد كشفت إحدى هذه الدلالات في أيامنا هذه. فقد نال العالم البريطاني بول ديراك جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933 على إثر طرحه نظرية كون المادة مخلوقة بشكل ثنائي. هذا الاكتشاف الذي سمي التكافؤ أو التماثل يثبت أن المادة تتكون ثنائية مع ضدها الذي يسمى ضد المادة. مثال على ذلك فإن الإلكترونات في ضد المادة تحمل شحنة موجبة، بينما تحمل بروتونات ضد المادة شحنة سالبة. هذه الحقيقة مذكورة في أحد المراجع العلمية على الشكل الآتي: يوجد لكل جزء من الأجزاء دون ذرة نقيض لها يحمل شحنة معاكسة لشحنتها، وحسب مبدأ ريبة فإن القلق المزدوج والإضمحلال المزدوج يحصلان في الفراغ على الدوام في جميع الأمكنة، وفي كل مادة ذرة من ذرات أتوم، ولكل مادة ذكر وأنثى. لا يمكن أن يتفرق الكهرباء والمغناطيس، وحتى الأشجار لها علاقة زوجية بواسطة الرياح. ولذلك أن هناك تشابها كبيرا بين ظاهرة البرق وظاهرة الشرارة الكهربائية التي قابلة للبحث. فالصهوبة عادة تحمل شحنات كهربائية كبيرة، وإنما تنتقل هذه الشحنات من سحابة إلى أخرى أو إلى الأرض بواسطة التفريغ الكهربائي تتكون شرارة ضخمة نطلق عليها اسم البرق. هناك عدة تفسيرات لكيفية اكتساب السحب للشحنات الكهربائية، ولكن يتفق جميعها على أن شحنة موجبة قوية تتجمع في الجزء العلوي من السحابة، بينما تتجمع في الجزء السفلي شحنة سالبة قوية، ويسبب هذا تنافرا كهربائيا بين شحنة الجزء السفلي للسحابة وإلكترونات الأرض القريبة منه، فتبتعد الإلكترونات من هذه الجزء من الأرض الذي يكتسب شحنة موجبة بالتأثير. وهكذا نجد الشحنتين مختلفتين وقويتين تواجهان بعضها بعضا، وتوفران فرصة سانحة لتفريغ كهربائي كبير. عندما تصل الشحنتان إلى قدر كاف من القوة مع توفر عوامل أخرى لا مجال للحديث عنها هنا، يندفع سيل ضخم من الإلكترونات من السحابة باتجاه الأرض، يعني يحصل التفريغ الكهربائي ويحدث البرق، وبطريقة مماثلة يمكن لعملية التفريغ الكهربائي هذه أن تتم بين السحابتين أو بين الغيمة والأرض، لأنه يشحن سطح الأرض المواجه للغيمة بالتأثير من التفريغ الكهربائي. لقد لوحظ أن سيل الإلكترونات أثناء حدوث البرق يتبع أسهل طريق يصادفه، وغالبا ما يكون أقصر طريق. ولذلك نلاحظ أن التفريغ الكهربائي بين السحب والأرض غالبا ما ينتهي عند أعلى نقطة تقع تحت السحابة كبناية عالية مثلا، أو عمود أو شجرة، وربما إنسان.
ويأخذ شكل سرارة قوية جدا تسمى الصاعقة. وقد تكون الصواعق خطيرة لأنها قد تسبب الحرائق وتهدم البيوت وتقتل الإنسان والحيوان. لقد لاحظ العالم فرانكلين ما بين عام 1706 وعام 1790 لاحظ حدوث التفريغ الكهربائي بين الصهب وأعلى نقطة على سطح الأرض. ولقد توصل نتيجة أبحاثه إلى اكتشاف طريقة يمكن بواسطتها لتفريغ الكهربائي بين الصهب والأرض أن يتم ويتبع طريقة محدودة مما يقلل خطر الصواعق. فاقترح تثبيت أعمدة معدنية فوق الأبنية المرتفعة تتصل بالأرض عبر أسلاك معدنية. أيضا فعندما يحدث التفريغ الكهربائي في أعلى العمود يتنقل سيل الإلكترونات من العمود عبر السلك إلى الأرض فتنتصر فيها، لأن الطريق قد تمهد أمام الشحنة الكهربائية للانتقال بسهولة إلى الأرض عوضا عن أن تكون محصورة في مكان معين كالمبنى مثلا، مما يجنبه خطر الصاعقة. ومن هنا اكتسب العمودي المعدني تسميته مانعة الصواعق. فالجسيمات تحت الخيمة من المواد التي لها قابلية اكتساب الإلكترونات تصبح مشحونة ولها تيار كهربائي. والشرر تصل من شحنة موجبة إلى شحنة سالبة تسبب الرعد، وتصل حرارة النار التي تنبثق من الرعد ومن الصاعقة إلى 10,000 درجة مئوية.